يا مساء الجمال والروائح اللي ترد الروح. شايفين الجمال؟ ايه رأيكم يا حبايبنا؟ احنا النهارده عملنا القرص المبسوسه بالعجوه. شويه قرص طالعه بسم الله ما شاء الله. القرص طالعه دايبه وناعمه، غير كده طعمها حكايه. القرص طالعه خطيره. اوعدكم والله يا حبايبي بعد الفيديو ده هتكونوا استاذه في عمايل القرص، مش هتشتريها تاني من بره خالص. اهم حاجه يا حبايبي ان انتوا تتابعوا معانا الفيديو للاخر. ما تنسوناش في الشير واللايك وعلامه الاشتراك. يلا بينا يا حبايبنا على الطريقه. نسمي الاول يا حبايبنا ونصلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا معايا هنا زي ما شايفين كده يا حبايبنا 2 كيلو دي متعدد الاغراض، دي يكون نوعه حلو ونخله. اللهم صل على النبي. اول حاجه بنزل بيها دايما يا حبايبنا شويه الملح، دي نص معلقه ملح صغيره. زي ما انا معودكم دايما على بالنسبه لمعجناتي هنزل بمعلقتين كبار نشا. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي واحد، ادي اتنين. وهنزل برضو اللهم صل على النبي بمعلقتين كبار لبن بودر. ادي كده واحد، ادي كده اتنين. انا طبعا المعلقه دي وسط شويه فهنزل بيها بثلاث معالق. كده 3 معالق لبن بودر او ما يعادل معلقتين كبار. وهنزل عليهم برضو بمعلقه كبيره بيكنج باودر. دول 2 كيلو يا حبايبنا، فعشان كده انا نزلت بمعلقه كبيره. لو كيلو واحد بنزل بمعلقه صغيره. وهنزل كمان كده يا حبايبنا هنا بثلاث معالق سكر. السكر يكون فاتح يا حبايبنا، كل ما السكر يكون فاتح على اساس ان هو ما يغمقش العجينه وفي نفس الوقت ما يبقاش في قلب القرص لما تستوي. ادي كده اول معلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اتنين، ادي 3 معالق كده سكر. وانزل برضو اللهم صل على النبي ب3 معالق سمسم محمر. ادي واحد، ادي كده 3 معالق. انا هنزل بمعلقه رابعه عشان برضو السمسم بيدي طعم حلو للقرص. اللهم صل على النبي. وننزل عليهم بمعلقه صغيره فانيليا. هنبدا بقى كده نقلب المكونات الجافه كلها مع بعضها. طبعا انا هقلب بالراحه لان الطبق للاسف طبق صغير. بسم الله الرحمن الرحيم. هقلبهم وارجع لكم. انا بعد كده ما قلبت المكونات الجافه كلها مع بعضها يا حبايبي، انا النهارده هعمل اللهم صل على النبي هعمل القرص في العجان. هنزل بقى كده بيها كده في الحله بتاعه العجان. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي بقى انا معايا هنا اللهم صل على النبي كيلو 100 سمنه. السمنه دي انا مسخناها كويس قوي على البوتاجاز. اللهم صل على النبي، بس مش لدرجه الغليان. انتوا لو عايزين تعملوا القرص في الوسط هتحطوا كيلو بس. يكون لو عايزين القرص بتاعتكم دايبه شويه هتحطوا كيلو 100. انا معايا هنا كيلو 100. هبدا انزل بيهم دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم على الدقيق. اللهم صل على النبي. ابدا كده الاول اقلبه بالمعلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا خلي بالكم يا حبايبنا ما يكونش جنبكم اطفال ولا حاجه. انتوا عارفين طبعا لا قدر الله السمنه لما بتبقى سخنه بتعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب احسن ما بين ايدينا. عايزه اقول لكم اهم حاجه يا حبايبنا في القرص او في الكحك عشان تاخدوا نتيجه كويسه البس كويس. انا لو هستعمل العجان هديها حوالي تقريبا 10 دقائق في البس. يكون لما بتستعملوا ايديكم مش اقل من ربع ساعه. هبدا دلوقتي اركبها ونشغل العجان. انا في المرحله بتاعه البس دي يا حبايبنا بنستعمل اللي هو الكف ده. بعد ما ركبنا الكف كده يا حبايبنا بقى هنبدا ننزل نقفل اللهم صل على النبي الخلاط العجان ولا ايه اهو. وهنبدا بقى نبس. بصوا يا حبايبي في مرحله بقى اللهم صل على النبي العجين وهو بيتبس كده هبدا اعمل الخميره. اللهم صل على النبي. انا معايا هنا زي ما انتم شايفين كده دي ربع كوبايه ميه دافيه. هنزل عليها بمعلقتين كبار ممسوحين خميره فوريه. انا بعمل لكل كيلو معلقه كبيره ممسوحه. ادي واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي واحده. وهننزل طبعا عليهم بالسكر. السكر هو اللي بيشغل الخميره. هنزل عليهم بمعلقتين سكر. وهنبدا كده بقى نقلب الخميره اللهم صل على النبي وهنركنها على جنب عشان نتاكد بس ان الخميره شغاله. وانا متاكده ان الخميره شغاله، بس دايما يا حبايبي بحب اعمل لها برده اختبار. هنبدا بقى نكمل البس بتاع اللهم صل على النبي بتاع العجين. ادي كده يا حبايبنا اهو. احنا اللهم صل على النبي كده انا بسيت العجينه كده حوالي 10 دقائق في العجان. هنبدا بقى كده نرفع العجين. اللهم صل على النبي.
ننزل طبعا العجين، ننزله حتى معلقه صغيره، مش لازم معلقه كبيره اهو. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبنا العجينه، شايفين العجينه عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، العجينه زي الفل اهي كده دخلت كلها. بس اهم حاجه انا قلت لكم اهم مرحله في القرص او في الكحك البس. انا بسيبها كده في العجان حوالي 10 دقائق. الخميره اهي هبدا انزل بيها، زي ما انتم شايفين كده الخميره فارت اهي، هنبدا ننزل بيها. انا غيرت طبعا الكف وحطيت السلك بتاع العجان. في الوقت ده يا حبايبنا احنا مجرد ان العجينه هتتلم بس، يعني مش هنعجنها عشان مش عايزين لها عرق، يا دوبك هي بس لفتين وهبدا اشيلها. هنزل الاول بالخميره، بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا يا حبايبنا كوبايه لبن دافي، انا ده 2 كيلو زي ما قلت لكم. انا لو اللهم صل على النبي لو كيلو بقلل عن اللبن، بس طبعا من دقيق لدقيق بيفرق. انا هنزل هنا كده اهو كوبايه اللبن، بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبدا بقى كده ايه نعجن هنديها لفتين 2 بس. انا مش عايزاها ان تتعجن، لو اتعجنت هيبقى لها عرق. احنا عايزين العجينه بتاعتنا تقطم، وانتم بتمسكوها كده تقطم وتبقى حلوه في ايديكم. يكون لو عجنتوها كتير هتبقى ليها عرق وتبقى القرص بتاعتكم ناشفه، احنا مش عايزين القرص ناشفه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي يا حبايبي انا دوبك اديتها لفتين 2 في العجان وطلعتها برضو، قلت ايه اكملها بايديا. هبدا كده الاول، اللهم صل على النبي. انا اديت يا دوبك لفتين بايديا، قلت لكم العجين ده ما بيتعجنش. هتبداوا تختبروا كده العجينه اهو، اللهم صل على النبي اهو كده يا حبايبنا اهو. لو لقيتوها العجينه شقت يبقى محتاجه منكم معلقه سمنه او شويه لبن. انا زي ما شايف كده العجينه بتاعتنا كويسه. احنا عايزين العجينه لا تكون طريه ولا تكون ناشفه في نفس الوقت، العجينه تكون في الوسط. زي ما شايفين كده العجينه بتقطم، بصوا يا حبايبنا العجينه بتقطم وزي الفل. احنا مش عايزين العجينه يبقى ليها عرق. كده بقى انا هبدا ايه اركن العجينه ونبدا بقى ندهن الصينيات. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم يا حبايبنا في الوقت ده تغطوا العجينه، ما تسيبوش العجينه متعريه اهو. انا زي ما شايفين كده انا غطيتها كده اهو، اللهم صل على النبي. يا دوبك هي مفيش 5 دقايق او 10 دقايق تريح على ما اجهز الصينيات بتاعتنا. حبايبي بقى انا دلوقتي طبعا قعدت على الارض لان مش هقدر اكمل كله وانا واقفه. عايزه اقول لكم يا حبايبنا بقى بالنسبه للعجوه، انا العجوه طبعا مجهزاها من بالليل. اللهم صل على النبي. العجوه دعكاها بالسمنه والسمسم زي ما شايفين كده. فانا جزء هعمله زي القطايف اهو، وحط طبعا انا عامله بين الرصه والرصه اللهم صل على النبي حاطه كيس من اكياس الثلاجه، وجزء هعمله مدور بالنسبه للي هو بعجوه. شايفين كده اهو. ده طبعا لما بتجهزوه بتبقى الحاجه عندكم سهله. ده شايفين يا حبايبنا بسم الله ما شاء الله العجينه بتقطم ازاي وزي الفل اهي. العجينه كمان يعني ملمسها كويس، لا هي طريه ولا هي ناشفه. عايزه اقول لكم ان لو زودتوا السوائل العجينه بتنشف منكم، تلاقوا القرص بتاعتكم طالعه ناشفه. دايما تكون كده في المعقول زي ما انتم شايفين كده يا حبايبنا. عايزه اقول لكم انا ما زودتش اكتر من كوبايه اللبن على ال 2 كيلو. طب بس عايزه اقول لكم برده حاجه يا حبايبنا، ان من دقيق لدقيق بيفرق. يعني في دقيق ممكن ياخد يمتص سوائل اكتر، وفي دقيق ممكن يكتفي باقل كمان من كوبايه اللبن اللي انا حطيتها. انا هنا خدت مني كوبايه اللبن اللهم صل على النبي وربع كوبايه الميه اللي انا حطيتها على الخميره. دي بس السوائل اللي انا حطيتها على ال 2 كيلو دقيق. ادي كده يا حبايبنا اهو انا كورت العجين زي ما شايفينه كده. عملت اللهم صل على النبي قد الليمونه الوسط. هنبدا بقى كده، والباقي طبعا سايباه، بس لازم تغطوا العجين يا حبايبنا عشان العجين ما يشققش. انا هبدا كده احط كده اللهم صل على النبي، واللي انا هشتغل فيها اغطيه كده في كيس اهو. هنبدا بقى كده اللهم صل على النبي في القرص. بس حبايبنا كده بناخد اول قطعه كده من العجينه اللهم صل على النبي، ونبدا كده نلينها كده بايدينا اهي اهي. هتبداوا كده تفردوا العجينه اللهم صل على النبي كده اهو حبايبنا اهو. نبدا ناخد برده قطعه من العجوه اهي اللي انا عاملاها اللي هي زي القطايف كده اهي. نبدا نحطها في قلب العجينه وتقفلوا عليها زي القطايف بالظبط اهي. بس اهم حاجه ان انتوا تسووها يا حبايبنا، لان ايه العجين زي ما بيتحط زي ما بيطلع. شايفين اهي. هبدا كده ارصها اللهم صل على النبي. شايفين يا حبايبي كده، وهتسيبوا بين الواحده والواحده مسافه، لان طبعا العجين ده بيخمر. هخلص بقى كده القرص كلها بالطريقه دي وهرجع لكم. ادي كده يا حبايبنا اهو بعد ما خلصت اللي هو لشكل القطيع زي ما انتم شايفينه كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عملت الصينيه دي وعملت اللي هنا الرصه دي. هبدا بقى اعمل اللي هي القرص. بالنسبه بقى للقرص يا حبايبنا انا بكبر اللهم صل على النبي بكبر الدايره شويه بتاعه العجينه او الحجم بتاعه العجينه شويه، بتبقى يعني ما يعادل بتبقى زي الليمونه الكبيره. وهنبدا كده برده نحننها اللهم صل على النبي، لان طبعا انتوا عارفين ان احنا الشتاء والسمنه بتخلي العجينه تجمد شويه اهي.
وهنبدا نحطها كده. هتخلوا الحته اللي في النص دي، الجزء اللي في النص ده محمل شويه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا كده بقى نحط العجوه اهي، ونبدا نلم عليها العجين. هنبدا كده نفردها نبططها بايدينا يا حبايبي اهي. اهي يا حبايبنا كده بعد ما بططتها كده بايدي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحطها جنب القرصه الثانيه. بصوا يا حبايبي لازم كده تسيبوا مسافه بين القرصه والقرصه. هخلص القرص كلها كده بالطريقه دي وهرجع لكم. بصوا يا حبايبي كده انا خلصت كده اهو القرص زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل على النبي. طلعنا احنا الكميه دي زي ما انتم شايفيننا كده اهو. عايزه اقول لكم بقى الباقي هعمله قراقيش بالعجوه. هقوم بعمل الباقي قراقيش بالعجوه وبعد كده نقول لكم احنا هنعمل ايه. نبدا بقى كده يا حبايبنا نعمل القراقيش مع العجوه. اللهم صل على النبي. انا همسك كده الاول قطعه العجينه اهي، وبرده هنبدا نلينها كده بايدينا طبعا انتوا عارفين عشان الجو برد. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. وهنبدا كده نلفها هنعملها لور يا حبايبنا. هنبدا بقى كده نبططها بايدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما اقطعها كده زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي عملتها كده شرايط. هنبدا بقى كده ننزل بيها. اللهم صل على النبي. هننزل بيها على العجينه نفسها. توسطنوها يا حبايبنا وانتوا كده بتحطوا العجوه توسطنوا العجوه في النص اهي. هنكمل بقى برضو الحته دي. بعد ما فردت كده العجوه في النص هنبدا بقى نقفل عليها العجين. بسم الله الرحمن الرحيم. هتلموها كده يا حبايبنا كده اهو عليها زي ما انتم شايفين كده اهو. شايفين؟ هلمها كده كلها بالطريقه دي اهو. بعد ما عملتها كده يا حبايبنا هتبداوا كده تقفلوا عليها العجين كويس اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبدا نقلبها الناحيه الثانيه كده. قلبتها يا حبايبنا. هنبدا بقى نبططها تبطيطه بسيطه. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده هنقطعها بقى يا حبايبنا زي ما قلت لك لما صلنا على النبي بالطول. حبايبنا ده الحجم كده اللي انا عايزاه في القراقيش زي ما انتم شايفين كده. هنبدا بقى كده نرصها في قلب الصينيه. برده يا حبايبنا لازم بنسيب مسافات. نرصها بقى في الصينيه وارجع لكم. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبنا اهو. انا رصيتها كده لما صلنا على النبي في الصينيه. هخلص القراقيش كلها بالطريقه دي وهرجع لكم. ادي كده يا حبايبنا اهو. اللهم صل على النبي القراقيش بعد ما خلصتها اللي هي بالعجوه اهي. هنبدا بقى كده نغطي القرص بتاعتنا كلها يا حبايبنا وهنسيبها تختمر كده حوالي ساعه. وقبل ما اسويها هقول لكم انا هعمل فيها ايه. ادي كده يا حبايبي اللهم صل على النبي. القرص اهي بعد ما اختمرت زي ما انتم شايفين كده. القرص اهي زي الفل بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. انا دلوقتي يا حبايبي مولعه الفرن. المفروض اي معجنات بندخلها يكون الفرن متسخن قبليها. فانا دلوقتي قبل ما ادخل القرص هقول لكم احنا هنعمل ايه. انا بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا هنا بيضه زي ما انتم شايفينها كده. هنزل عليها بمعلقه واحده من اللبن اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه واحده من اللبن زي ما انتم شايفين كده اهو. وانزل عليها كده يا حبايبي بربع معلقه صغيره قوي فانيليا اهو. زي ما شايفين كده شويه فانيليا صغيرين. نبدا كده نضرب البيضه مع معلقه اللبن مع شويه الفانيليا. احنا بقى كده عشان يا حبايبنا ندلع بقى كده القرص بتاعتنا كده وكمان بتدي طعم حلو وشكل في نفس الوقت. انا هبدا كده الاول بقى ندهنها اللهم صل على النبي بالبيضه اللي احنا ضربناها دلوقتي دي. خلي بالكم اهم حاجه ان انتوا بتدهنوا بالفرشه ما توقعوش بيض في ارضيه الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هدهن وارجع لكم. بصوا يا حبايبنا كده انا دهنت كده الصف الاولاني دون. هنبدا بقى كده نرش عليه سمسم. انا بدهن صف صف وبعد كده اقوم رش عليه سمسم. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو يا حبايبنا اهو. انا متعوده كده بصراحه من زمن الزمن. انا بعمل القرص بتاعتي كده معجو على طول. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهو. انا دهنت اول صف اللهم صل على النبي بالبيض ورشيت عليه سمسم. عايزه اقول لكم طبعا انا هتقولي لي طب ليه ما دهنتيش الصينيه كلها ورشيتي عليها سمسم مره واحده؟ لا، لو دهنت الصينيه كلها وبدات ارش بالسمسم البيض هينشف على القرص. هتيجوا ترشوا السمسم يا حبايبنا السمسم هيقع. لا، صف صف بندهنه وبعد كده بنبدا نرش عليه السمسم. هكمل القرص دي كلها كده بالطريقه دي وارجع لكم. ادي كده يا حبايبنا اهو الصينيات بعد ما دهنتها كده بالبيض والسمسم زي ما شايفيننا كده. الصينيه دي والصينيه دي انا بدهن صينيتين اللهم صل على النبي. فدول يعني الصينيات اللي هدخلها الفرن هي اللي بدهنها الاول.
هدخل بقى دول دلوقتي يا حبايبي. انا قايله لكم ان الفرن دلوقتي سخن بقى له حوالي تقريبا يجي ربع ساعه و10 دقايق. هدخله على الرف الاوسط في الفرن على درجه حراره 180. لو في مروحه يا حبايبنا بتشغلوها، لو ما فيش برده ما فيهاش مشكله. لو لقيتوا القرص بعد مثلا ربع ساعه ولا حاجه بدات تاخد لون من تحت، هتبداوا تشغلوا لها، تطفوا الشعله من تحت، تطفوا شعله البوتاجاز وتشغلوا لها المروحه من فوق. اللهم صل على النبي. انا هدخل بقى الصينيتين دول، ولما يخرجوا ان شاء الله هوريكم يا حبايبي الصينيات، واكمل بقى بقيه الصينيات الثانيه بالبيض والسمسم برده. ادي كده يا حبايبنا اهي القرص بعد ما استوت. شايفين القرص بسم الله ما شاء الله سوا مظبوط. شايفين؟ بصوا شايفين القرص عامله ازاي؟ شويه قرص طالعين زي العسل. عايزه اقول لكم هتبرد بس يا حبايبنا كده بس وهوريهم لكم اهو. شايفين القرص اهو بسم الله ما شاء الله. شايفين السوا؟ بصوا ادي سوا القرص. شايفين السوا يا حبايبنا؟ شويه قرص بسم الله ما شاء الله. ايه رايكم؟ عايزه اقول لكم الطعم حكايه. القرص دايبه وطالعه جميله. بصوا القرص بتتكلم عن نفسها. شايفين القرص عامله ازاي؟ والله شويه قرص حكايه اهو. شايفين القرصه دايبه ازاي؟ بصوا القرصه بسم الله ما شاء الله اهو. ايه رايكم بقى يا حبايبنا؟ ادي كده يا حبايبي اهي القرص بعد ما حطيتها في الطبق. شايفين القرص بتتكلم عن نفسها. شويه قرص زي العسل بسم الله ما شاء الله. ما فيش بقى. تسلم ايدك يا ريري. عايزه اقول لكم يا حبايبي لو الفيديو بتاعنا عجبكم ما تبخلوش عليا بقى بتعليق حلو واللايك. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.